يا صباح الورد والفل عليكم، عاملين ايه اخباركم؟ بصوا بقى، النهارده هقولكوا على طريقه البابا غنوج بطريقه سهله قوي، ما فيهاش اي حاجه، بتتبيله هتخلي طعمه تحفه بجد. البابا غنوج من الوجبات الخفيفه قوي ومغذيه جدا، وبنحطها كمقبلات جنب اي وجبه رئيسيه. يا ريت لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. يلا بينا ندخل على الطريقه، يلا. بصوا بقى، هنا عندي بتنجانيه يعني تكون حلوه كده مش دبلانه، تمام. وهحطها في صينيه صغيره، وهحطها على البوتاجاز من فوق عادي جدا، هوطي عليه وكل شويه هقلبها من ناحيه لناحيه لحد ما اتاكد ان هي كلها استوت. بتاكد ازاي؟ ان انا بحط فيها الشوكه الاقيها طريه من جوه، يبقى كده خلاص استوت وبقت زي الفل. شايفين هي كده استوت وبقت حلوه جدا، تمام. وهي سخنه بنقشرها، لو بردت فالقشره مش بتطلع معانا كويس وبتدوخنا شويه. لكن بصوا هي سخنه بشقها كده بقى، يعني بقسمها اتنين، تمام. هتلاقوها نزل منها صوص كده، ما ترموش الصوص ده، بيبقى حلو جدا وبيخليها جوسي كده وطعمها حلو. وهتلاقوا يعني البتنجان اللي جواها بينزل بمنتهى السهولة، لان هي مستوية جدا، ويعني البتنجان طري خالص، تمام. بصوا بينزل ازاي بمنتهى السهولة، مش بتاخد معانا يعني اي مجهود خالص. هي دقيقة وبنبقى مقشرينها كلها. القشرة مجرد بتشديها كده بتلاقيها كلها تطلع معاكي. بصوا بشيلها بس بتطلع معايا، بس هنا كانت سخنة جدا مكنتش عارفة ان انا ارفعها يعني، تمام. هنشيل بقى الاسود ده كله خالص، وهحط عليها هنا نص معلقة من الثوم المفروم، تمام. وهبتدي ان انا بقى اهرسها بالشوكة او في الكبة او ايا يكن يعني اللي عندكم. هنا بقى عندي فلفل حراق، لو انتم مش بتحبوها حراقة تقدروا تعملوا اللي هو الفلفل العادي، الفلفل الكوبي العادي، تمام. وهقطعها قطع صغننة خالص، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها قطع صغيرة قوي، وهبدأ احطها على البتنجان، تمام. وهنا عندي حزمة بقدونس، طبعا مش هحط الحزمة كلها، يعني هحط نصها بس، انا قطعت الحزمة كلها هنا علشان انا كنت هعمل سلطة يعني، فكنت محتاجة بقية البقدونس. بس حطوا نص الحزمة عشان ما تبقاش كتيرة قوي في البابا غنوج. لو هتعملوا كمية اكبر طبعا حطوا الحزمة كلها، تمام. بنقطعها قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ان انا انزلها على البتنجان برضو، تمام. هنزل شوية بس منها مش كتير، بجد وجبة مغذية جدا. وهحط عليها شوية ملح وشوية فلفل اسمر وشوية كمون وشوية طحينة، يعني حطيت حوالي مثلا 3 معالق كبار طحينة، تمام. وهقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. عايزة اقول لكم بجد الطحينة كمان بتخلي طعمها تحفة، تمام. هنقلبهم كويس قوي عشان المكونات كلها تبقى مع بعض كده ويبقى طعمها تحفة، تمام. وبعدين هحط عليها نص ليمونة، لو عاملين طبعا كمية اكبر يبقى حطوا ليمونة، تمام. وهحط عليها حوالي معلقتين خل، ما تكتريش قوي في الخل، تمام. وبس كده، وهنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. وكده احلى بابا غنوج هتاكلوه في حياتكم، بجد طعمه حلو قوي، طعمه زي المطاعم كده اللي بره، كان طعمه بجد تحفة. بنحطه يعني مقبلات كده جنب اي وجبة رئيسية احنا بنعملها، بيبقى طعمه حلو قوي بجد. شايفين شكله حلو ازاي؟ جربوه بألف هنا وشفا عليكم. يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. جربوه بجد هيعجبكم، بجد كان طعمه تحفة.